السلام عليكم، مرحبا بكم دائما في قناه عالم فرح. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا حلوى شرب الشاي او دوازتي دوز القهوه. ساهل وبسيط، المكونات دائما بسيطه والشكل والمذاق روعه وسهل التحضير وسريع التحضير. نتمنى انكم تجربوه، نخليكم تكتشفوا المكونات وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. هنا عندي جوج بيضات، ما غاديش نستعملهم كاملين، غادي ندير بيضه كامله وابيض بيضه. بالنسبه للاصفر غادي نخليه باش ندهن به الحليوه ديالي. هنا غادي نوضع كما قلت لكم البيض في اناء. هنا عندي كاس ديال السكر 125 غرام، وعندي 150 ملي من زيت نباتي، وعندي 3 المعلقات من العسل او المربى، يعني اللي متواجد عندكم، هو كيعطينا واحد اللون غزال. هنا غادي نحك قشور ديال الحامضه، يعني حتى الحامض يعني القشور ديالو كيعطيو مذاق غزال في الحلويات. نحك فقط القشور، وغادي نزيد 3 المعالق ديال السمسم اللي محمرين، وعندي 2 اكياس من الخميره وكيس من الفانيلا او سكر الفانيلا. غادي نوضع المكونات كامله وغادي نخلطها دفعه واحده. وما كنساوش الملح من طبيعه الحال، عندي قبصه ملح باش كنعدلو الذوق. وغادي نخلط مزيان مزيان، ضروري من تخلط يعني لان انا وضعت العناصر كلها. غادي نحاول نخلطها مزيان حتى كيبان لي الخليط بانه منسجم ولا كريمي. هنا بالنسبه للدقيق انا عندي 500 غرام، وهي اصلا الحلوه هزت ليا 500 غرام، زائد 2 اكياس من الخميره. انا بدا نزيدو الدقيق شويه بشويه، يعني كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش، يعني عينكم ميزانكم. العجين تجي شويه كتلاصق في اليد. صافي غادي نستمر في التخلاط وانا كنخلط العجين ديالي. كيف ما قلت لكم العجين ما يكونش جاري وما يكونش قاصح، يكون شويه كيتلاصق في اليد. من بعد ما جمعت العجين ديالي ما كنخليهش يرتاح مباشره، كنحضر كويرات وكنحاول نقرصها بالكف ديالي بهذه الطريقه كيف ما واضح عندكم، يعني الفيديو كيشرح نفسه. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديال العجين اللي عندي. انا جبت اصفر بيضه اللي زدت عليها شويه ديال قهوه سريعه الذوبان، وغادي ندهن الحلوى ديالي يعني عادي. من بعد ما دهنت الحلوى ديالي غنجيب الفورشيط او الشوكه وغنبدا نزينها بهذا الشكل هذا.
نتمنى يكون واضح عندكم. فاش كطيب راه كتعطينا واحد اللون وواحد الشكل غزال. صافي من بعد ما نكمل غادي ندخلها مباشره للفرن، غادي نشعل من الفوق والتحت ونخليها تحمر، ونتلاقاو من بعد ما نخرجوها من الفرن ان شاء الله. وهذا هو شكل الحلوى ديالنا بعد ما خرجناها من الفرن، كتجي في اللون غزاله وفي الشكل ايضا، وما نقولش لكم على المذاق ديالها، وكتجي هشيشه بزاف. يعني فقط وضعنا فيها تقريبا بيضه واحده وابيض بيضه، وكتخرج لنا واحد الكميه لا باس بها كيف ما واضحه عندكم. نتمنى الاقتراح والفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم، وما تنساوش اللي غيشوف القناه ديالي اول مره تفعلوا زر الجرس وديروا اشتراك ولايك، يعني فضلا وليس امرا. وخليتكم على خير، نتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه، الى اللقاء.